في لقاء مع الدكتور هاني بيقول إن الدنيا دي ما تستحقش وإن العمر مجرد لحظة، وإحنا اللي فات ده مش بتاعنا، حتى لو كان امبارح أو الشهر اللي فات أو ال10 سنين اللي فاتوا، ده خلاص بقى ماضي. بكرة ده مش بتاعنا ولا نعرف عنه أي حاجة خالص، إنما اللي إحنا بنملكه دلوقتي اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها. ما تقعدش تحسب لها لأن الدنيا أصلا ما تستحقش. وفي اللقاء قال الحمد لله أنا بعد السنين دي كلها أنا ما ندمتش على أي قرار خدته في حياتي. أنا ما بحبش أصلا الخصام ولا بحب الزعل ولا بعرف أزعل. لو أنت زعلتني في حاجة 4-5 أيام وهتلاقيني أنا اللي بكلمك، عشان الدنيا دي مش مستحقية أصلا ومفيش أي حاجة تستحق. وده كان مبدأ الدكتور هاني. قال إحنا ممكن نبعد وده مش معناه إن إحنا أعداء، ومش معناه كمان إن أنا أتكلم من وراك كلام مش كويس عليك، لأن كل حاجة متحوشة لنا ودين تدين في دنيتنا. وقال كمان لو حد قال لي كلام عليك مستحيل إن أنا أقوله من وراك، ولو عرفت إن فلان سأل عمري في حياتي ما رديت إساءة حد. وقال كمان قوتك في أخلاقك، كل ما تبقى أنت أكبر من اللي بيهاجمك أنت كده اللي هتبقى الأقوى، إنما لو نزلت المستوى وهاجمته زي ما بيهاجمك للأسف هتكون أنت كده أصبحت ضعيف. واتقاله في اللقاء إن دكتور هاني بيرد على صفحته يوميا متوسط 400-500 مريض، وبيرد عليهم كلهم سواء بالدواء أو النصيحة أو العلاج، وأحيانا أيام الأجازة ممكن تكشف على 1000 مريض مثلا. اليوم الأجازة ده بيبقى فرصة عندي، ببقى قاعد طول اليوم، وبعدين ده شيء ممتع بالنسبة لي إن أنا أرد على المرضى. أصل هعمل إيه في أجازتي؟ مفيش حاجة مفيدة أعملها، فلازم أستفيد منها، فبحب أستفاد من أجازتي على أقصى حد. طيب أنا قاعدة على الكرسي بتاعي في البيت وبعمل حاجة مفيدة، إن أنا برد على المرضى بتوعي. واتقاله ما بيجيش يوم كده يا دكتور تحس إن أنت زهقان؟ رد الدكتور بكل احترام وقال له أنا بس بفضل أجاوب لغاية لما أقول خلاص أنا مش قادر وعايزة أنام. يعني أنا مش هسأل حضرتك الفيزيتا بتاعتك بكام، لكن هسألك إن كان حتى الزملاء وكلنا عارفين بالنسبة للأرقام اللي في السوق يعني، ومقارنة بيها بسيطة جدا. وهسأل حضرتك أنت ليه ما زودتش في تمن الفيزيتا؟ قال له إحنا في سنة 2023 يعني من 14 سنة 14 سنة نفس الكشف هو ما زادش حاجة خالص، وأنا مصمم إن هو يفضل زي ما هو، وإن شاء الله مش هزوده في الأيام الجاية. أنا عندي مبدأ كده، أبقى أنا والمريض على المرض، مش أنا والمرض على المريض. يعني أكيد حضرتك زملاء حضرتك في نفس المستوى العمري أو الأكاديمي زودوا مرات ومرات ومرات، ليه في النموذج ده وفي النموذج ده؟ أنا خليني أتكلم على نفسي، ما أقدرش أتكلم على كل واحد لأن كل واحد وليه ظروفه، بس أنا الحمد لله طالما الواحد الحمد لله مستور، أزود ليه في تمن الفيزيتا وأعمل عبء على كل المرضى؟ يعني أنا لو مضطر ليه أزود وبعدين الناس ظروفها صعبة؟ يعني طالما أقرر أعمل أي حاجة زي ما أنا بساعد الناس وبكتب العلاج ببلاش على صفحتي، طب ما أنا برضو يعني أسهل على الناس وما غليش عليهم. يعني أنا راجل دكتور أمراض جلدية، بقعد على مكتبي بستخدم أدواتي، ما عنديش مصنع فيه قطع غيار مثلا، أنا محتاجة أشتري قطع غيار ومواد كيماوية، فبالتالي أنا بشتري، فبقول للمريض أنا معلش أنا عايزة أغلي عشان أنا ما عنديش الكلام ده. أنا رسمالي أنا ومصروفات الكهرباء بتاعة المكان والممرضين والسكرتارية اللي عندي الحمد لله،
والضرايب اللي بدفعها كل سنة بانتظام. ليه أزود على الناس أعباء وعلى المرضى؟ بس احنا ممكن من خلال لقائي بقول يعني يا ريت زملائي في كل المهن الحرة، لو انت يعني الحمد لله راس مالك انت ما بتعتمدش على أجهزة ولا معدات ولا كلام من ده، ان احنا نبقى مع بعض كلنا وما نغليش على الناس، يعني لان العبء بقى تقيل قوي، فما بقاش انا كمان عبء، محبش ان انا اكون عبء على الناس. مين اللي الدكتور هاني كده عنده في العيادة ان لما يجي او يجوا يدخل على طول لا حجز ولا تأخير ولا يدفع ولا اي حاجة؟ فرد عليه الدكتور هاني قال اصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة معفين من الحجز والدور والفلوس والكشف. قال له انا بسأل حضرتك، انا كنت متخيل ان اشخاص اصدقائك مثلا. قال له لا، انا بتكلم بصفة عامة لان ده مبدأ عندي، الناس اللي فوق 70 سنة سواء رجال او سيدات معفيين تماما بغض النظر عن مستواه المادي. ما هو ممكن تلاقي بيدخل على طول فوق 70 ويكون رجل اعمال، لكن ده مبدأ عندي، انا مش بختار. ما خدش فلوس، وطبعا زوجات الشهداء وابنائهم دي اقل حاجة اقدر اقدمها لهم، ان احنا نعفيهم من كل حاجة. وقال ان ساعات مثلا مريض بيخش وبعد ما يكشف عندي بيقول له دكتور بعد اذنك انا عندي ظروف صعبة ومش قادرة ادفع الكشف، مستحيل ان انا اخد منه تمن الكشف. ما ينفعش، يعني على طول اخد فلوس ولا يصح ان انا اخد فلوس لو حد طلب مني، هيبقى